السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى كل متابعين محمد مجدي، يا مرحب بيكم. النهارده جايين نتكلم في شوية مواضيع يا رب تعجبكم، بس محتاجين اللايك والشير والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ بحلقة جديدة. ومعسكر النادي الأهلي في النمسا، تدريبات شاقة من كولر، والتدريبات تخص اللعيبة جميعا، بس في 4-5 لعيبة يعني محتاج منهم كولر تدريبات جماعية شاقة، هيبني عليهم الخطة ان شاء الله في الموسم الجديد. التدريبات بالنسبة لصلاح محسن، كريم نيدفيد، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، دول الاسماء المقترحة. التدريبات بتبقى عليهم واجتماعات خاصة بيهم. المهاجم المصري فشلت الصفقة، موليكا في اليونان. ده بيدل على ان احنا عندنا، مش هنقول ادارة، هنقول لجنة كورة فاشلة. مدير تعاقدات فاشل، امير توفيق فاشل. طب هتقول لي الكلام ده بناء على ايه؟ اقول لحضرتك انت طلعت محمد شريف، بعت محمد شريف وانت لسه متعاقدتش على المهاجم. طلعت القندوسي وانت لسه متعاقدتش على المهاجم. انت مطلع القندوسي دلوقتي اعارة عشان تجيب واحد اجنبي. طلعت محمد شريف، عرضته للبيع او بعته عشان تجيب مهاجم اجنبي. انت دلوقتي عملت الحاجتين دول بخسارة. بعت شريف وما جبتش مهاجم، وفضيت مكان افريقي وما جبتش مهاجم. يبقى ده فشل من لجنة الكورة والتعاقدات. دي حاجة. تاني حاجة، لو انت عايز تختار مهاجم، انا مش شايف غير من واحد من ابن النادي الاهلي حاليا، احمد ياسر ريان. ما فكرتش فيه ازاي؟ ما تدوش فرصة ازاي؟ بدل مرة 2 تجيبه وتطلعه، تجيبه وتطلعه. الحاجة الوحيدة دلوقتي والفرصة الوحيدة ان احمد يلعب هو دلوقتي، عشان انت مش عارف تجيب مهاجم هتعتمد عليه هيديك احمد ياسر ريان. وعايز رأي جمهور النادي الاهلي في اللي انا بقوله. امبارح بقى كان في ضجة، وارحل يعني يمشي يا اللي ما بتفهمش، واطلع بره، والحكاية والرواية. بعد ما تم الاعلان امبارح وتغيير اللجنة الثلاثية وتوجيه الشكر للواء حسن موسى وتعيين عماد البناني او اللباني في اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، غضب شديد من جمهور النادي الزمالك على انه هو اهلاوي او كان مدعم بكابتن محمود الخطيب. يا جماعة الاهلي مش كده. الاهلي او رموز النادي الاهلي بيخدموا المكان اللي هو فيه. انت مكانك في الزمالك دلوقتي، انا هخدمك وهقضي الفترة اللي متعين بيها، وهقول لك سلام عليكم. والدليل امبارح اول حاجة رفع الضرايب عن نادي الزمالك ونزل ل40 مليون جنيه، بعد ما كان المعدل مليار وكسور، نزلوا ل40 مليون جنيه. فدلوقتي نقول لجمهور الزمالك اهدى عشان فريقك يقوم. الاهلي ملوش مصلحة ولا جماهيره ليها مصلحة في اللي بيحصل، بل بالعكس انت المستفاد. جمهور النادي الزمالك الوحيد اللي مستفاد بالجمعية العمومية تما. انت الزمالك دلوقتي بيبتدي يزدهر، بتخلص، هتفك قيد، هتجيب لعيبة، هتتعاقد مع لعيبة، هتعرف تشتغل. اهدى وشوف اللي جاي. فيكتوريا مدرب المنتخب المصري والاتحاد الكرة المصري، في ايه بينك وبين لعيبة الاهلي وفي ايه بينك وبين النادي الاهلي؟ فيكتوريا كان عايز 9 لاعبين من النادي الاهلي، الحمد لله ربنا كرمه وقال لك انا محتاج ال4. احنا عندنا ماتش مهم، كاس السوبر الافريقي، لا عايز اللعيبة الدولية. طب حضرتك دي بطولة، انت كده كده صاعد، فانت ليه بتعذبنا يعني وبتأزمها معانا؟ قال لك 4 لعيبة. طب مين ال4 لعيبة؟
محمد هاني، محمد عبد المنعم، مروان عطيه، محمد الشناوي. طب بالنسبه هنديك الاربع لعيبه العب بيهم الماتش بتاعك ورجع اللعيبه تاني. ادهم لنا، احنا عندنا ماتش يوم 15. لا ارجع لكم 3 وسيبوا لي محمد عبد المنعم. ليه يعني؟ انت جاي تاخد احسن مدافع في مصر تقول لي سيبهولي؟ احنا بنلعب على بطوله باسم النادي الاهلي ومصر، لان هو بيتقال كده النادي الاهلي المصري. فكابتن حازم امام زي ما حلتها مع لعيبه الزمالك حلها في لعيبه الاهلي. ولا هو مش على الدواق ولا على الهوا ولا ايه؟ عايزين نفهم بس. احنا لا جبنا سيره بركات وحل يا محمد يا بركات، لا انت يا كابتن حازم حلتها وما خلتش لعيبه الزمالك ترجع ولعبت ماتشاتها وما ادتهاش المنتخب. احنا عايزين لعيبتنا ناخد الكاس وبعد كده براحتك، عايزهم خدهم عقبال ما نبتدي الدوري، وبعدين انت كده كده صاعد. يعني انت مالكش حجه، المنتخب مش واقف على لعيبه الاهلي دلوقتي. السعوديه وحلاوه السعوديه كده رسميا كاس السوبر الافريقي في السعوديه خلاص كده. لا، وكاس العالم الجديد، كاس العالم للانديه في السعوديه. السعوديه عامله طفره بالصندوق الاستثمار، جايب كريستيانو على رونالدو على ماني على راموس، وبينخوروا على محمد صلاح لدرجه ان هم يشتروا ليفربول عشان يجيبوا محمد صلاح يلعب في السعوديه. هيشتروا النادي كله. نتمنى التوفيق للجميع وندعي من ربنا ان كاس السوبر الاهلاوي يرجع لبيته، الافريقي الاهلاوي يرجع لبيته. طبعا احنا القناه لسه صغيره، فما تنساش بقى تدعمنا باللايك والشير والاشتراك وكل ما هو جديد. واراكم في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.